طلاب الجامعات وبالاخص السنه اولى حبايب قلبي، بص الفيديو ده بناء على مطلب جماهيري كبير. لو القدر رماك في شقه خارجيه هتعمل ايه؟ اكتر حاجتين هتواجههم وحشين بالنسبه لموضوع الشقه: غسيلك ومكوتك، اكلك وشربك. النظافه دي مش مهم، انت هتظبطها عادي. بالنسبه للاكل، فطارك غداك عشاك عليا. بالنسبه للفطار، طعميه وفول ما قصروش، مش بتحبهم هتجيب لك علبه جبنه نص ترميها في التلاجة، كرتونه بيض هترميه في التلاجة، شويه خضار عشان طبق السلطه. مفيش احلى من البروتين، بيض مسلوق بيض مقلي. هتاكل اروق واحلى فطار، وكله على حسب المنص. ها ظبطها انت بقى بدماغك. بالنسبه للغدا وركز معايا يا حبيب قلبي، والقصه كلها هنا. هتعمل حاجتين: زيتك سكرك رزك، كل الكلام ده كله هتجيبه من بيتكم. وخد بالك من الحاجه في الموضوع ده، ها؟ هتروح تجيب فراخ من الفرارجي عادي او اللحمه بتاعتك اللي بتحبها. ساعه ما تحب تاكل اكله هنيه جميله سخنه، هتاخد الفرخه الجميله وتنزل بيها عند بتاع المشويات اللي تحت، هياخد لك على الفرخه 20 25 جنيه. لو الفرخه من بره هتعمل 400 جنيه جاهزه، فانت القصه كلها هتخلص معاك على 150 170 جنيه، مش حوار. كذلك قيس ده على اللحمه. بص، مشروع محل المشويات ده من الاخر كنز بالنسبه لك بالنسبه للجامعه. طيب هتاكلها حاف؟ اكيد لا طبعا. الطحينه ما اثرتش في حاجه، ها؟ مع شويه السلطه. مش قادر؟ على اليوتيوب يا حبيب قلبي طريقه عمل الرز، وكلم الحاجه، القصه مش موضوع يعني. ها؟ بالنسبه للعشاء، الجبنه اللي في التلاجة برضو ما اثرتش. بالنسبه للعيش، عشان غالي، يا هتجيب من البيت وترمي في الفريزر، معلش هتجيب شويه حاجات حلوين من البيت بس مش مشكله. ها؟ بالنسبه للغسيل والمكوى، لو الدنيا معاك حلوه هتودي المغسله وتكوي لك وتظبط لك الدنيا. عايز توفر قبل ما تاخد الشقه، تتاكد من ان الغساله شغاله والدنيا فيها تمام. ها؟ عشان هتتعب، هتغسل وتاكل نفسك وتظبط الدنيا. ومعلش هتتعب الاول شهرين كده لغايه ما تاخد على الوضع، وبعد كده الدنيا هتبقى تمام. مش هتعوز تنزل اصلا بلدك. جو الصحوبيه وجو المدينه وجو الصحاب والكلام ده كله حلو. ها؟ اعمل ذكريات وتصور كتير. السنين دي مش هتعيشها تاني ومش هترجع لك تاني. الواحد نفسه يرجع بس يوم واحد، والله العظيم بجد. ربنا معاكم ويكرمكم، وعام دراسي سعيد. ومش هبقى مبسوط لو انت سمعت كل المعلومات الجميله دي ومش عامل لي فولو وكومنت وشير. ولسه الدراسه ما بداتش، واي موضوع نفسك ان انا اتكلم فيه خش ابعت لي، ولو يستاهل اعمل لك فيديو مخصوص. اشوفكم في فيديو جديد اخواتي وحبايبي. سلام.